ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده سهلة وبسيطة وسريعة وكمان اقتصادية. هنعمل مع بعض ايس كريم العنب بطريقة سهلة جدا. يعني كده الجو حر والعيال طلبوا مني ايس كريم وما كانش عندي فاكهة غير العنب، فقلت يلا نعمل لهم ايس كريم العنب. طبعا في ناس كتير هتستغرب، هتقول لي هو العنب بيتعمل ايس كريم؟ ايوه بأمانة، وكان طالع طعمه خطير وقوامه تحفة، احلى من اللي بنشتريه من بره. وكمان يعني بدون كده مكونات زيادة، يعني لا فيه حليب مكثف ولا زبادي ولا كريمة، وطالع معانا تحفة. يلا بينا كده نشوف هنعمل العظمة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. في الأول معايا هنا العنب بتاعي، أنا عندي عنب أحمر وعنب أخضر. الكمية المقدار لكل نوع نص كيلو. لازم قبل ما تشتغلي فيه بالآيس كريم لازم تكوني حطاه في الفريزر، يعني يكون معاكي مجمد. جمديه الأول قبل ما تعملي به الآيس كريم. بعد كده بقى هنجيب الكبة بتاعتنا أو الخلاط أو الهاند بلندر، يعني أي المتوفر عندك وحابة تشتغلي بيه. هنا كمية نص كيلو من العنب الأخضر أهو بالشكل ده، ولازم يكون مجمد يعني طالع من الفريزر. بس انا عشان الجو حر فطبعا ساح معايا. هضيف عليه حوالي كده ربع كوباية من المية واقل شوية، يعني على حسب ما يمشي معاكي الخلاط او الكبة. هحط كمان هنا نص كوباية من الكريم شانتيه. ده بالنسبة لمقدار نص كيلو فاكهة. أي نوع فاكهة بقى أنت حابة تعمليه هتعمليه بنفس الطريقة. هضيف عليه السكر. أنا هنا ضفت معلقتين سكر بودرة، ممكن تضيفي سكر حب، ممكن تضيفي سيرب الحلويات، ممكن عسل نحل، برضو المتوفر عندك. وكمية السكر على حسب ما أنت عايزة، حباه مسكر حباه مظبوط، يعني الكمية اللي أنت حباها هي اللي هتعمليها، ملهاش مقدار معين. فرمناهم في الكبة طلعوا معايا بالشكل واللون ده. انا طبعا هنا اللون ما عجبنيش شويه فحبيت بس اعززه، يعني انا عامله عنب اخضر، فهضيف عليه كده لون اخضر بحيث يديني نفس لون العنب. تمام، يعني انا مش هكتر كده، نقطتين بالظبط. وهحطهم على اللون بتاعي على الايس كريم بتاعي، وبعد كده هرجع افرمهم تاني في الكبة. لو انت حابة العنب ما يكونش القشر فيه فهتفرميه في الخلاط، وبعد كده هتصفيه وهتكملي باقي الخطوات بنفس الطريقة. شايفين اللون طلع معايا ازاي؟ بالامانة كده خطير، وقوام الايس كريم تحفة. بس كده عملنا احلى ايس كريم باسهل طريقة، من غير تعقيد ولا ضفنا مكونات زيادة، وحاجة كده سهلة وبسيطة وشكله خطير. شايفين المنظر؟ ده اللون الاولاني اللي هو العنب الاخضر. يلا بينا كده نشوف هنعمل النوع التاني ازاي، بنفس الخطوات هنعملها. انا معايا هنا برضو المقدار نص كيلو، لازم اكون حطاه في الفريزر، لازم يكون مجمد. تمام. بعد كده هنضيف السكر. انا ضفت حوالي معلقتين، وقلتلك على حسب الكميه اللي انت عايزاها. لو العنب بتاعك حامض هتزودي سكر عن كده، لو هو مسكر كده تمام. هضيف عليه كمان نص كوباية من الكريم شانتيه بالشكل ده. وهضيف برضو ربع كوباية من المية، ممكن تحطي لبن بدل المية، وممكن كمان تحطي معاه معلقتين كده كبار من اللبن البودرة. لكن انا هنا حبيت اعمله بمقادير سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية، اي حد ممكن يقدر يعملها وما تكونش مكلفة. هنا برضه حبيت اعزز اللون فضفت عليه كده نقطة من اللون الموف، عشان كده يكون اللون بتاعه شكله تحفة ويديني برضه لون العنب. شايفين بقى المنظر؟ قوامه خطير، ده عشان كان مجمد اكتر شوية فمتماسك معايا اكتر. القوام كريمي حلو جدا وخطير. طيب هنا يخلص كده معايا الايس كريم، طبعا هنشيله في الفريزر. ممكن بقى تاكلي منه بعد كده ما يتجمد، يعني كده بعد حوالي 5 ساعات. وممكن تحطيه في الفريزر ساعتين، وبعد كده تطلعيه تضربيه بالمضرب الكهربائي. وبعد كده ترجعي كمان تحطيه في الفريزر 3 4 ساعات وتبدأ تاكلي منه. وممكن تحطيه في الفريزر زي ما انا هعمل كده على طول، وهتطلعيه بعد كده هتقدميه وهتاكلوا منه احلى ايس كريم. يعني ليك الطريقتين وزي ما انت حابة، والطريقتين نتيجتهم حلوة جدا. بس لو طلعتيهم من الفريزر بعد ما تجمدوا بساعتين وضربتيهم بالمضرب الكهربائي نتيجتهم هتبقى احلى. لكن انا حطيتهم في الفريزر على طول وطلعتهم طلعوا معايا بالشكل ده، احلى ايس كريم. بالأمانة كده حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية مش مكلفة. يعني لا ضفنا بحليب مكثف ولا كريمة ولا زبادي ولا لبن بودرة، وطالع معانا طعم خطير. كده قبل ما تقدميه هتحط جنبك كده مج فيه مية ساخنة أو طبق، بحيث تنزل المعلقة اللي انت هتغرفي بيها الايس كريم في المية، وبعد كده ترجع تغرفي، بتسهل عليك الدنيا. شايفين بقى القوام؟ شايفين اللون؟
حاجة كده تحفة. بالنسبة للآيس كريم لما تطلعيه من الفريزر بيكون مجمد زيادة، فاستنى عليه كده بس 10 دقايق على الرخامة، هتلاقيه بدأ يسيح كده معاكي وبدأ يطلع معاكي بكل سهولة. طبعا الجو حر والكهرباء على طول قاطعة وبنبقى عايزين حاجة كده ترطب علينا على طول. لو عندك عنب قومي اعملي بنفس الطريقة وان شاء الله هتدعيلي. شايفين القوام وشايفين اللون؟ ده غير الطعم كان تحفة. بالأمانة كده حاجة سهلة جدا. ايس كريم اي نوع فاكهة عندك قومي اعمليه للاولاد هتفرحيهم. وكمان الجو كده هترطب عليكم في الجو الحر اللي احنا فيه وقطع الكهرباء اللي على طول شغال معانا ده. شايفين؟ يلا بقى تعالوا كلوا معانا احلى ايس كريم، سهل وبسيط ومن غير تعقيد، حاجة كده اقتصادية وموفرة وطعمها خطير. ما فيهوش مواد حافظة ولا في اي حاجة، فهيقعد معاكي وقت طويل خالص في الفريزر، وقت ما هتحتاجيه هتطلع منه هتقدميه. تعالوا كده نغرف كاس تاني مع بعض. طبعا براحتك بقى، ممكن تصبيه في جوالب، ممكن تصبيه في كوبايات، يعني بالطريقة اللي انت حباها ممكن تقدميه وممكن تعمليه احلى ايس كريم. شايفين المنظر؟ بالأمانة كده حاجة تحفة ولونه خطير. طبعا انت لو حابة تعمليه بنفس الألوان بتاعته من غير ما تضيفي ألوان برضو تمام، بس هيكون اللون معاكي كده هيطلع مختلف شوية عن اللي أنا عاملاه. أنا هنا اللون طالع كده عشان أنا ضيفاله اللي هو اللون، واللون ده ألوان طعام صحية، اللي هي الألوان طعام الجلد، متوفرة جدا عند العطارين لو انت حابة تجيبيها. يعني كده أحلى آيس كريم ممكن تعملوه. فيلا كده قوموا اعملوه وإن شاء الله تدعولي. شايفين المنظر؟ خطير. بس كده ده كان فيديو النهاردة ودي كانت وصفة النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سونا. يلا لو عندك فاكهة أي نوع فاكهة، وكمان لو عندك عنب جرب الطريقة دي وإن شاء الله هتاكلي أحلى آيس كريم هتعمليه لأولادك. حاجة كده سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم، بس انتوا جربوه ما تخافوش من منظره وشكله. شايفين نقط العنب اللي فيه ده؟ القشر فيه اللي فيه بتدي منظر حلو جدا. لو انت مش حباها فيه هتصفيه زي ما قلت لك بعد ما هتفرميه، وهتكملي بقى الخطوات بنفس الطريقة. يلا كده جربوه وإن شاء الله هتدعولي. أشوفكم على خير. باي باي.